أقول نحن سعداء جدا رغم قلة ذات اليد، رغم ذات اليد، رغم قلة الإمكانيات، لكن الجمعية أخذت تكرم فارسها في الإمكانيات، تكرم فارسها تكريم معنويا أولا وقبل كل شيء. نحاول قلت أن نكون عند الحدثين، ونحاول أن نكرم أنفسنا، نحاول أن نشرف أنفسنا، لأن المقام يرتبط بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمدح خير البرية، فنحن لا نشرف الشاعر بقدر ما نشرف أنفسنا، لأننا نكون حاضرين في ذات الحدث، نكون حاضرين في ذات المغزى الذي كانت منه هذه المسابقة. لكنني سعيد جدا جدا صراحة، لأن فارس الوطني، لأن الشاعر أو الفائز ومن حظي بهذه المرتبة اللائقة هو ابن مدينة إنغر، ابن مدينة عين صالح، عضو جمعيتنا. هذا يزيدنا تشريفا، ونتمنى له إن شاء الله توفيقا ومزيدا من النجاحات. هو ومن سلك نهجه في كل ما إبداع، كما قال الأستاذ مبروك، كل ما كان هناك إبداع، كل ما إن شاء الله كانت الجمعية وغيرها، السلطة المحلية ربما البلدية حاضرة، الولاية حاضرة إن شاء الله، مندوب وسيط الجمهورية أيضا حاضر، كل حاضر. أنصح نفسي وإياكم وإياهم بأن نشد على أيدي إن شاء الله المبدعين، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ها هي إنغر تزف لنا فارسا من فرسان القافية، هذا الفارس نرجو له التوفيق والنجاح، لكننا نطلبه أيضا أن يشرف أسماعنا بجزء من القصيدة التي فاز بها، فليتفضل مشكورا.